السلام عليكم، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبخ المغربي سيداتي. اليوم ان شاء الله قدمت لكم واحد المملحه بشكل رائع، شكل مقرمش وشكل مورق بالخضر وبالكفته. جات رائعه في الفرن، جات رائعه بزاف بزاف ومقرمشه كما قلت لكم، وهكا مورقه كما كتشوفوا هكا في الصوره. جات رائعه مملحه فريده من نوعها وبنينه. وقدمت هنايا، حبيت نبارطاجي معكم الشوربه اللي استعملت هنايا شوربه ديال السميد الرقيق. مكونات ديالها بساط. دابا نبارطاجيها معكم مره اخرى، حبيت نبارطاجيها معكم في الصوره. وهنايا صايبت معكم واحد العصير منعش رائع بزاف، بفواكه هكا، بفراوله وبالتوت وبالمركز اللي كنا صايبنا في القناه. ودائما في اطار صحي، العواصر اللي كنستعمل بدون سكر. السكر اللي ضفت هنايا هو التمر فقط. نتمنى لي عجبوكم، ولا وصلتوا حتى لهاد المرحله ما تنساونيش ملي لايك لي كومونتير. الا كنتي اول مره غادي تشترك معايا وتشوفني اختي ولا خويا في القناه، ما تنسانيش ملي لايك والكومونتير واشتركوا معايا في القناه فضلا وليس امرا، باش نزيدوا ان شاء الله بالمزيد من في الفيديوهات. هنايا عندي الحشوه، غادي ناخذ المقله ديالي. عندي هنايا واحد جوج ديال الجزرات عفوا، وجوج ديال لي كورجيت او قرع اخضر. بشرتهم في الحكاكه الرقيقه وغادي نشحرهم مزيان كتحسوا هكا انها طاحت. غادي نضيف هكا دبلات هكا الخضر. غادي نضيف تقريبا هنايا عندي واحد 200 غرام ديال الكفته ديال اللحم البقر او اللحم الغنم اللي عندك، المهم كفته هكا ديال اللحم. غادي نضيف هنايا الملحه وابزار. شتوني الكفته درتها جانبا هكا، غير حاولت باش انني نحلها مزيان، عاده نخلطها هكا مع الخضر. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نخلطهم مزيان، جاو رائعين. هنايا الا ما بغيتوش ديروا هنايا الخضره اللي استعملت، ما بغيتش نكهها بشي نكهه تكون هكا طاغيه، خليتها هكا عاديه باش نتنكهوا الخضره وداك اللحم. هنايا غادي نزيد شويه ديال الزيتون وشويه ديال الحامض مصير، تقريبا 2 معالق ديال الزيتون وملعقه كبيره ديال الحامض مصير. وغادي نضيف هنايا شعريه صينيه كما كتشوفوا، ضفتها في الماء غليان حتى رطبت ليا مزيان وقطعتها هكا بمقص. غادي نزيدها هنايا في الحشوه، غنخلط ونخلي الحشوه ديالي تبرد جانبا. وصدقوني الا ما بغيتوش ديروا هاد العطريه اللي استعملتو تقدروا تستعملوا الهريسه بديل الملحه والفلفل الاسود. هنايا غادي نمروا العجين. هنايا عندي واحد نصف كاس ماء، غادي نضيف ليه ملعقه صغيره ممسوحه من خميره الخبز. غادي نخلي داك الخميره تذوب ليا في داك الماء، وغادي نجي باش نعطيكم الكميه اللي استعمل ديال الدقيق. نفس الكاس اللي درنا فيه هاد الماء والخميره غادي نعمرو 5 كؤوس منه ديال الدقيق. كاس ثاني، ثالث، الرابع، خامس. 5 كؤوس ديال الدقيق. غادي نضيف لهم ملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال السكر هكا تعطينا واحد اللون وكيعطي واحد البنه للعجين ديالنا. غادي نضيف هذاك نصف كاس ديال الماء بارد بطبيعه الحال، وحتى العجين ما غاديش نعجنوها بماء دافئ، ولا غادي نعجنوها بماء بارد ديال الصنبور فقط، ونخليو العجينه تعجننا مزيان. انا عجنتها هكا في العجانه الكهربائيه، تقدر تعجني غير باليدوي اللي حبيتي. هنايا درت شويه زيت وشويه الزبده ذوبتهم. غادي نشد العجينه، غادي نقسمها لقسمين. غادي ندير هكا واحد مسمنه كبيره، غادي نستعن بداك الزيت والزبده، وغادي نسطح العجين ديالي. نحاول هكا نسطحها ما امكن باش قد ما ورقتيها قد ما كتجينا المملحه مورقه. شوفوا هنايا راه مازال غادي تورق كتار، ولكن سطح العمل عندي هذا هو الماكسيموم ديالو. صافي غادي نشد، غادي ندهن داك العجين كما شفتوا بالزبده وداك الزيت، وغادي نتنيها على شكل مسمنه. تبارك الله دايره مسمنه كبيره. صافي هكا، وغادي نوي الجهه الاخرى وغادي نخليها ترتاح بلا ما وجدت هذاك النصف الثاني، غير باش ترتاح العجين باش تطاوعني ملي نبغي انا هكا نخدمها
على شكل مملحه. هنايا صافي حتى هذه حتى هي سطحتها نفس الشكل ونفس الطريقه. غادي نبسطها وغادي ندهنها بالزبده والزيت مزيان. وإلا كان عندكم كما قلت لكم سطح العمل كبير قد ما ورقتوها كيعطيكم هذاك التوراق زوين. صافي هنايا غادي نديرها على شكل مسمنه، نحاول نقدو الجوانب باش يجينا التوراق مقاد. صافي هنايا غادي نضيفها، غادي نحطها ترتاح وناخذ الاولى. هنايا الاولى صافي غادي نشدها بما مرتاح ليا كطاوع هكا في الخدمه، كنبسطها مزيان. هنايا الجهه الفوقانيه غادي نحاول هذيك الجهه اللي فيها التنيات نخليها هي من الداخل. غادي نتني العجين كما غادي تشوفوا هكاك صافي. وغادي نشد الحشوه. هنايا الحشوه الحشوه اللي استعملت من بعد ما بردات ليا غادي نضيف لها واحد 3 ملاعق ديال الجبن اختياري. انا هنايا جبن موتزاريلا او جبن احمر اللي عندك. خليته حتى بردت ليا العجين باش ما يذوبش ليا. غادي نشد ديك الحشوه غنقسمها على 4 هكا في المقلاة. تقسموا الحشوه ديالكم الى 4 صافي. وغناخذ 2 قطع هكا، جوج قطع ديال الحشوه وغادي نحطهم هكا كما كتشوفوا. وغادي نقطع العجين من النصف. علاش؟ باش غادي ندير هكا 2 مورسو، 2 ديال لي مورسو هكا ديال العجين. وكنحاول انني نتني كندير بحال هادي سيجار وكنخليو داك العجين الفوق. داك التنيات اللي تنينا كنخليهم فوق باش يجي التوراق هكا باين. ما ديروش هاد التوراق هاد التنيات هادو يوليو لتحت، لا خليهم بحال هكا وحتى ملي غتدخلوهم في الران يكونوا يوليو الفوق. صافي غادي ناخذ واحد القطاعه وغادي نقطع هكا دوك لي باغيت ديالي الشكل اللي بغيتو هاد الشكل هكا مستطيل او مثلثات نتوما والاختيارات ديالكم وشنو بغيتو. غادي نستمر. ناخذ هنايا واحد سكين او شفره تكون خاصه بالمطبخ وغادي نشرح هكا القطع ديال العجين ديالي باش ملي طيب يتفلح ليا هذوك لي باغيطات الصغيورين ديالنا. غنستمر. غادي ناخذ القطعه الثانيه نفس الطريقه نبسطها. هنا ما تحتاجوش انكم تدهنوها حيت فيها الزبده والزيت في الاول. صافي نفس الطريقه حتى هي داك الحشوه اللي غادي ندير هنايا درتها لكم بالعكس باش تشوفوا باش تكون الرؤيه واضحه. صدقوني غير ديك الحشوه غتاكلوها غير هكاك، ما تحتاجوش انكم ديروها في وسط العجين. الا طيبتوها غادي تاكلوها غير هكاك. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي كنقسم العجين من الوسط وكنديرها بحال هكا. كنتني ديك المورسو اول الجهه الاولى ومن بعد الجهه الثانيه. صافي هنايا كنستمر على هاد المرحله بحال هكا. الفرن ديالكم يكون سخون على درجه حراره 200 درجه، يكون سخون مزيان باش ملي ندخلوه هكا هذيك الساعه تنقصوه ل 160 تقريبا فوق لتحت. وهنايا نفس الطريقه غادي تشرحوا هكا العجين ديالكم بسكينه كيكون ماضي او شفره ديال المطبخ كما قلت لكم. هنايا غادي ناخذ واحد بيضه وشويه ديال الحليب غادي نخلطهم هكا مزيان باش غنحاول انني ندهن هكا. الا بغيتي دهنوا ببيضه. الا ما عندكمش حليب تقدروا ديروا غير بيض بوحدو، بيض مع شويه ديال الصوجا اولا مع سميتو مع الخل. الا اللي ما كيحبش البيض زفوا لي البيض نتوما حرين. صافي هنايا غادي نستمر. غادي ندهن هاد القطعه ديالي كاملين وغادي ندخلهم. جاو زوينين صراحه، جاو هشاش رطبين وكيبغيو يتكالوا صراحه يكونوا سخان هكا تسخنوا مزيان. اللي حب يزيد لمسه هكا ديال الفرماج من الفوق، اللي حب يدير هكا لمسه ديال الحرور او الهريسه، اللي حب يدير يتناولهم مع شويه ديال المايونيز هكا حتى كيطيبوا هكا. هادو كيجيو زوينين مملحات اي طريقه درتي ليهم غادي تجي. اللي غيتناولوا غير هكاك عادي حتى هي كتجي
هنايا حبيت نزينو بشويه ديال السانوج اولا عندك السمسم او الزنجلان اللي كاين، دخليهم الفران ديالك وها هما ملي طابوا لينا جاو رائعين بحال شنو سميتو مشاو ليا. المهم ها بلا ما جات لي السميه ديالها، جاو شهوه منهم، جاو مورقين رائعين. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. والتقرميشه راه موجوده ويلا نبداو باش نوجدوا العصير ديالنا. العصير الرائع الاكثر من رائع، زوين بزاف. هنايا هاد القطع شنو هما، هو داك المركز اللي كنت صايبت معاكم ديال القرعه الحمراء. هذا هو باش كينفع ملي كيكون عندكم مركزات في الثلاجه، كينفعوا بحال هكا، تيكون عندك هكا الفواكه كيبغيو هكا مركز وديري معاهم. هنايا عندي توت، هذا كان عندي مجمد، وعندي الفراوله وفريز، عندي غير الماء، وعندي هنايا باش غنحلي بالتمر. هنايا درت 3 قطع ديال التمر، تقدر ديري 5 ديري 7 تقدر ديري غير وحده. المهم انك ديري عدد فردي. دائما التمر كناكلو او كنتناولو اعداد فرديه. غادي نضيف هذوك القطع، وصدقوني هذا العصير جا زوين. هذيك القطع باقا فيهم الثلج او باقا كونجلي، زائد التوت هو باقي كونجلي، جا واحد العصير خاطر زوين بارد منعش. غادي نخلطو، غادي نزيد ديك درت داك الكاس ديال الماء فقط حتى يتخلطوا ليا مزيان، يطحنوا ليا مزيان صافي. وغادي نزيد كاس ثاني تقريبا ديال الماء، بحال 2 كيسان تقريبا ديال الماء. وها هو العصير ديالي موجود، خاطر رائع بزاف بنين. الوليدات يشربوه طاقي وفي اطار صحي. العواصر اللي كنقدم لكم صراحه صحيين بدون سكر. الا بغيتوا الصحه ديالكم، ورمضان هذه هي المناسبه اللي كيبغي انه يحافظ على الصحه ديالو، ما ياكلش سكريات، ما ياكلش الزيوت بزاف، ياكل ماكله صحيه هكا. وحتى الا كان عزيز عليه شي حاجه مقليه يديرها في الفرن هكا كيجيو ماكله زوينين. هنايا قدمت لكم هاد الوصفات هادو، نتمنى ان نالوا اعجابكم. ودائما نفكركم الى وصلتوا حتى للمرحله فضلا وليس امرا، لايك وكومونتير، غير باش تزيد القناه القدام وباش يشوفوها الناس اخرين هكا فقط. هذه هي الميزه ديال لي لايك وديال لي كومونتير. واشتركوا معايا في القناه، اللي بغى يشترك مرحبا به. اللي كيشوفني اول مره كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا على الدعم ديالكم. كنقدم لكم وصفات رائعه وراقيه وصحيه اكيد 100%. نتمنى يرقكم ورمضان كريم. خليتكم فرحة الله. الى اللقاء، فيديو جديد، وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.